السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا شروقي من بغداد. سيتم تخوين الآن كلش بين الناس ويقولون لا هذا كذاب هذا كذاب، بس أني رحمة لوالديكم أني بس عندي سؤالين الجماعتنا الشروقية الشيعة بالعراق قاطبة، بس للشروقية الشيعة خل أحكي من منطلق وطني مو من منطلق ديني. زين تمام. إحنا شعدنا بسوريا، احنا الان يتم حشد قواتنا الباسلة من 13 سنة، كل شوية ما عندنا شغل وعمل بس حشد قوات ويلا لسوريا، حشد قوات ويلا لسوريا، المنو دفاعا عن بشار الاسد. زين الحرب هسه صار لها سنة وشهرين بالفلسطين، ليش ما تم حشد القوات على مود نروح لفلسطين؟ مو احنا ناس مجاهدين؟ مو احنا ناس قضيتنا الاولى هي القدس بدعم ايراني وبغطاء ايراني وبتسيد ايراني وهاي كل السوالف؟ ليش ما نروح لفلسطين؟ هذا السؤال الاول. حدود بشار الاسد زين اللي هي تبدأ من دير الزور تقريبا الى الجولان، هاي كلها تحت سيطرتنا، مو احنا الشروقية الشيعة تحت سيطرتنا، هاي مفتوحة قدامنا. اذا نطلع من بغداد هسه بحشدنا بقواتنا بسرايا قدسنا بسرايا اقصانا بما اعرف منو كلهن، هاي جمعهن يا نور عيوني واطلع بيهم من بغداد، انزل وين؟ بالجو هاي شو اسمها الجولان المحتل من قبل الصهاينة. هذا الطريق لاكو بي دواعش ولا اكو بي معارضين ولا اكو بي اي شيء، ماكو بي غير بشار الاسد وجماعتنا. لماذا لم تأمرنا ايران بحشد قواتنا للذهاب والدفاع عن فلسطين؟ هاي القضية الأساسية. احنا احنا ليش نروح لسوريا بالأساس؟ مو دا يقولوا لنا هاي دواعش وجهادهم جهاد كله نكاح وما أعرف شنو هاي السوالف، ما يدافعون عن فلسطين. احنا محور المقاومة، اسمنا المقاومين. ليش ما نروح بهاي الحدود المفتوحة من بغداد إلى الجولان المحاصر الآن المحتل؟ ليش يا نور عيوني ليش؟ طبعا هواي منكم الآن راح يخوني ويقول والله العظيم أنت مو شروقي، والله العظيم يابا أني شروقي غصبا عليك وغصبا عن كل واحد وشوارب كل واحد دا يقول لي ويخوني أي شيء أي حكاية يقول لي إياها، أني غصبا عليك من ذاك المكان. بس أنا خل أقول لك شغلة، أنت وكل واحد طبعا يطلع لي هذني زعاطيط التيك توك مال علاء المهدوي المجاهدين وما أعرف شنو. أني أعرف هواي ناس من جماعتنا أوكي موجودين هنا كانوا بالحشد، وهاي اثنين من أصدقائي اغتصبوا سنيات، وكان شنو كان دا يقمز علينا. شي يقول يفيق يقول والله اغتصبتها وكانت عذراء، فتحتها واغتصبتها وقتلتها، مو أحسن ما يصير مرت واحد داعشي؟ تخيل. واني طبعا كإنسان محدود الأفق ومحدود الفكر خلص استمع هيك اقول خلص هاي بيئتنا، بعد احنا مجاهدين احنا ندعم ايران. زين اني بعد 13 سنة لا شغل ولا عمل وبس نروح نحارب بشار الاسد ونحمي العلويين يابا احنا الشيعة ما هم من ديننا اوكي، يعبدون علي يعني تقريبا مثلنا، يعبدون علي بن ابي طالب، بس ما هم من ملتنا، هم بس مشكلتهم مع السنة، وهذا الشيء اللي وحدنا ويا بعض. أنا أريد أسأل سؤال الآن أي واحد عراقي شروقي، يعني شفت لك أنت بفد وقت بفد مكان واحد علوي جاي من سوريا دا يحارب الدواعش ويدافع عنه وعن نسواننا؟ ماكو. بس احنا بس نروح لهناك لسوريا ونشتل بهاي الناس على أساس انهم دواعش وهم سوريين، ترى هم بس سنة. إيران تقول انه احنا مدافعين ومحور مقاومة، زين تمام ماكو مشكلة. احنا شو وقت اخر مرة حاربنا الصهاينة احنا كعراقيين؟ من زمن صدام احنا كعراقيين اخر مرة حاربنا الصهاينة كانت بزمن صدام. زين هسه تقول لي والله حزب الله مدعوم من ايران، اي زين ايش قد صار لحزب الله هسه بالحرب؟ اني اسألك سؤال جواب، ايش قد صار لحزب الله طابب للحرب هسه؟ شهر جاي يتفرج على المذابح اللي دا تصير بغزة، ومن بدت الحرب على حزب الله هاي هم جماعة لبنان كلهم ختلوا عافوا الأرض وراحوا. والله العظيم إذا إجا الإسرائيلي يحتل الجنوب، إذا ما كان أكو خطة مدبرة تمام إنه الإسرائيليين ينسحبوا وهاي السوالف مال القشمرة، إذا ما كان هاي الخطة موجودة كنت هسه لقيت الإسرائيليين محتلين كل الجنوب شلع قلع مال لبنان، بس انسحبوا خلص. هم كانوا يريدون تقليم أظافر هذا الحزب لمدة شهر واحد وبعد هاي هي. زين إذا احنا
كشيعة تابعين لإيران ومن ضمن حزب الله نحارب الصهاينة. ليش عفنا غزة هسه مرة ثانية وسوينا وياهم سلام؟ سووا هسه الحزب الله سوى سلام مهم مرة ثانية ويا الصهاينة. ليش؟ هل توقف ذبح المدنيين في غزة؟ لا. هل توقف قصف المدنيين في غزة؟ لا. مو إحنا نحارب الصهاينة وندعم اخواننا في غزة علاء المهدوي اللي حاط لأم المؤمنين ويلا هاي هي بعد ويزيد وهاي هي بعد. زين علم الناس أركان الإسلام أركان الإيمان بعد كل شيء ماكو، بس أم المؤمنين هاي هي كانت وأركان الما أعرف شنو ولا الخمس ولا يابا. العالم ترى حديقتنا صارت غابة قسما بالله الكريم. حديقتنا احنا الشروقية هنا بالعراق، احنا تمشي بالشارع هنا من وراء إيران أسلاك الكهرباء مغطية السقف كله، السماء ما تشوفها، احنا عدنا الشمس ما تشوفها من أسلاك الكهرباء، ما عدنا شيء، دمرتنا إيران. وعلى مود القدس، زين هاي احنا سرايانا كلها، ليش ما تروح بالطريق الساري للقدس؟ ليش؟ لأن احنا ما نحارب هاي ايش اسمها إسرائيل، احنا نحارب السنة بس. احنا بس مهيئين لنحارب السنة. شهر واحد حزب الله ما قدر يوقف بوجه إسرائيل، ولكن 13 سنة حزب الله يحارب بالسنة بسوريا. 13 سنة. زين قنعوني أنا يابا، قنعوني أنا ما يفتهم، ما جاي يفتهم شيء. قنعوني إنه احنا الشيعة دا نحارب إسرائيل. هاي كل حروبنا ويا إسرائيل شهر شهرين. والله العظيم لو كانوا قادة حماس أمرهم يتبع الإيران لكانت وقفة الحرب ورا يوم بإسرائيل بغزة، ورا يوم كانت وقفة الحرب بغزة لو كان الأمر يتبع الإيران، ولكن مو تابع الإيران. لذلك قطر قالت الجماعة حماس عدهم، قالتهم يلا الله وياكم، الله وياكم، أنا إيش لي فايدة بيكم؟ كل شيء مستفيد بيكم من عندكم. ليش؟ لأن قرار حماس صار من جوه غزة من الداخل. السنوار وجماعته قالوا الخالد مشعل واسماعيل هنية باي باي. ولذلك قرار حماس بالحرب منها فقط. لو كان بإيد إيران كانوا قالوا لهم تعالوا حاربوا السنة، تعالوا حاربوا السنة يلا. لو بالعراق عدنا، لو بسوريا. أنا إيش علي بسوريا هسه؟ أنا عراقي، أنا إيش علي بسوريا؟ أبو إسرائيل صار لك سنة قواد أبو إسرائيل. شنو هاي الملطلط؟ جاي تقول لي والله شنو، والله نستعد لنصرة زينب. والله كلهم السوريين كل عمرهم السوريين جايين يحرسون مراقد السيدة زينب، وأي مرقد شكو مرقد الآل البيت دا يحرسونه، وسنة كل العمر موجود. هاي هي أنا رحت سوريا وشفته بعد. بس انتوا قواويد الإيران، انتوا كذابين قواويد. والله العظيم ما بيكم واحد شريف. دمرتوا العراق ورحتوا لسوريا دعمتوا هذا القواد بشار الأسد، وبعد ما أعرف منو ودمرتوا لبنان بهذا القواد حزب الله. ايش سوى لبنان هذا؟ شنو فاد لبنان الآن هذا اللي اسمه حسن نصر الله؟ شنو فاد لبنان؟ مو على مود يحارب إسرائيل، ثاني يوم يسوي هدنة ويا إسرائيل مثل يوم 2006 أسبوعين ما كمل القواد من القواد، ما كمل أسبوعين، واخر شيء كذبون علينا. طبعا هسه يجوني للبيت ويقولون شنو انت عار علينا. لو هسه يدزولي ما اعرف شي يدزولي، اني موجود ببغداد زين غصبا ما عليكم، واني بعد ما راح اسكت على سوالفكم القذرة هاي. شبابنا دا تروح تموت بسوريا وهم يقتلون اهل السنة بسوريا. هذا القواد البعثي مثل اي واحد ظلمنا احنا. هذا بشار الأسد البعثي مثل أي واحد ظلمنا. معتقلات وقتل وقصف وما أعرف شنو. آخر شيء إحنا بس عدنا دواعش. لا أمي، هم هذني ناس مثلنا مثلهم. الله يطيح حظك يا أبو إسرائيل، أنت وعلاء المهدوي وشكو كتكوت قاعد لي بالتيك توك قاعد ينبح ويكذب على العالم. حسبي الله ونعم الوكيل.